مالك عاد مرة أخرى للطريق صحيح ولا شايف إن الأمور لسه حلاوه بدري عليها؟ روح. مم. انا بكلمك بجد بدليل. هنتكلم فني. قبل الفني، اه قبل الفني، كل الأمور اللي بتقول قبل الماتش إن الماتش هيبقى صعب على نادي الزمالك نتيجة إن كابتن أسامة نبيه موجود مش موجود. ولكن ده ما أثرش على الفريق. ده بتشوفه برضو إزاي؟ ما أثرش النهارده مكسب. بص، هي في حاجه حصلت النهارده في بدايه المباراه. مم. لو كانت اتحسبت ضربه الجزاء هتغير مجرى المباراه اللي هي بتاعت حسام السودان. حسن. اه. واخد بال مم. حضرتك؟ يعني مع طبعا كل الاحترام والتقدير للكابتن ابراهيم نور الدين يعني عايز اقول على حاجه بس. انت ما حسبتهاش، مم. بس الفار قال لك تعالى ورحت وشفتها. لا، ضربه جزاء. وجهة نظرك. ايه؟ وجهة نظرك. لا، مش وجهة نظر، دي حقيقة. ماشي، أنا بقول لك وجهة نظرك. واخد بالك؟ مم. ضربة الجزاء اللي اتحسبت على نادي سموحة مش ضربة جزاء. وجهة نظرك برضو يا كابتن. انت خايف؟ أنا ما بخافش. احنا بنحلل، احنا أنا ما بنقول بما بخافش. يرضي الله، احنا ما بنغلطش في ثانية حد. واحدة. أنا شخصيا في الكورة بتاعت نادي الزمالك وضربة الجزاء أنا شايفها مش ضربة جزاء، الكورة جت في دماغ الراجل. بس أنا بقول لك إحنا يعني التحكيم ده دايما بنسيب التحكيم ليه ناس يعني بتقيمه. مين اللي بيقيم؟ لجنة الحكام اللي موجودة. مش مقتنع. ماشي، بص، انت بتشوفها كابتن ضربة لا جزاء. لا، اصل انت دلوقتي انت غيرك بتطلعني ممكن عشان يشوفها مش نحلل. ضربة بص، جزاء. عشان نوصل اه. للناس، عشان نوصل للناس الحقيقة. مم. عشان هقول لك على حاجة، في ناس كتيرة قوي من جماهير الزمالك كلمتني. على فكرة انا ما كنتش اعرف ان انا طالع النهارده. بجد. اقسم بجلالة مم. الله. ولما محمد اتصل بيا انا فوجئت، لان هو اسلام بعت لي الصبح وانا كنت نايم وما انت شفتهاش. لسه راجع امبارح اه. واخد بالك؟ مم. لا، النهارده انت الصبح رجعت راجع النهارده الصبح. الصبح. انت فكرت الطياره متاخر ممكن فطبعا ما شفتش خالص ولا اعرف ان انا طالع مم. حتى. بيقولوا لي انت عندك حلقه مم. النهارده، قلت لهم حلقه ايه؟ مم. اكيد طبعا ما فيش. مم. فمن كتر بعد الماتش واثناء الماتش والجماهير عماله تتصل بيا، كابتن ايه رايك؟ ده جماهير الزمالك مش. هو انا استغربت صراحه ان ابراهيم تسرع كمان في احتساب ضربه جزاء نادي الزمالك اللي هي جت وزيزو ضيعها. لا، مصمم. ابص، اصل انت اقول لك على حاجه. انت رحت للفار، يعني انت في المره الاولانيه انت ما شفتهاش، ده تعدي على اجدع حكم. واخد بالك؟ انما طالما الفار بعت لك يبقى اكيد في مشكله. ما هو احنا جايبين الفار ليه؟ مم. عشان يحقق العداله. مم. صح ولا غلط؟ تمام. يا اما ما نستعملوش بقى. مم. يعني بصراحه ما نستعملوش. انا راجل جاي لسه وبقول حق ربنا، حتى لو هقعد في البيت انا بتكلم بما يرضي الله. مم. ليه؟ انا مش هخالف ضميري. مم. دي لو للاهلي او للزمالك كانت هتحسب ولا مش هتحسب؟ بدليل ان هي اللي بعديها اتحسبت. مم. والفار برضه شاكك وقال له تعالى شوفها. مم. ما هو الفار بس لو ده مش تصرف شاكك. طبيعي من الفار يا كابتن، يعني ماشي. هو تصرف ما هي برضه، طبيعي بص هقول ان لك. حكم الفار يقول لا لا، لحكم الساحه تعالى اتفضل يا بص حبيب وشوف قلبي، يعني. يا حبيب قلبي، في ضربات جزاء خلاص بيبقى الفار مدي قراره زيك. اه. ما بيروحش قصدك خلاص في اختلاف ما اتحسبت. بين هم بيقولوا هنا له وهنا. ضربه جزاء خلاص، ما بيروحش ولا بيسمع ولا يستنى ولا الكلام ده. مم. صح؟ تمام. انما النهارده لا، قالوا له تعالى في المرتين. مم. يعني اذا ان في حاجه غير طبيعيه. مم. ده ما يقللش ان الزمالك النهارده يكسب 3 و4 و5 ويشيل الشوط الثاني 3 و4 و5. مم. واخد بالك؟ احنا مالناش دعوه بالكوره دلوقتي، احنا لينا دعوه بحاجات ممكن تغير مجرى المباراه. مم. واخد بالك؟ مم. يعني اول 20 دقيقه لغايه ضربه الجزاء اللي ضاعت نادي الزمالك مش متواجد. اول 5 دقايق سموحه هي اللي شكلها بتضغط وعايزه تهدف. كانوا عايزين يستغلوا الموقف الخاص بنادي الزمالك اللي طبعا الفترة اي اللي حد دلوقتي يلعب نادي الزمالك لازم يستغل موقفه. مم. لازم. بص، النهارده بما يرضي الله الحسنه الوحيده اللي عملها الراجل اللي على الخط ان يلعب سيف فاروق جعفر ومحمد صبحي. مم. انما انا مش معاه في محمد طارق، مش معاه في دونجا، مش معاه في سيف الجزيري. يعني انت لغايه دلوقتي احنا ما شفناش سامسون، وسامسون النهارده قاعد احتياطي. طب ليه ما تدلوش اخر 10 دقائق؟ مم. مثلا لا، مش 10 دقائق، ليه ما تدلوش الشوط الثاني؟ طالما مش تبدا بيه. مش مقتنع يا راجل ما تحطوش في التشكيل. طالما مش مقتنع بيه للدرجه حط دي. مين يا كابتن مثلا مكانه؟ ما هو انت مش طب في مين؟ الجزيري لعب ال4 ماتشات اللي فاتوا. طيب ما هو واضح ان
هو ده الافضل عنده. ما عندوش يعني حد الافضل انت تدي المسلوس النهارده وتطلع سيد نيمار اللي عامل لك جون يتدرس، الجون اللي هو الاولاني بتاع شيكابالا